السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا نخش على حبيبنا صلى الله عليه وسلم بكل أدب وهدوء وسكينة، وكالعادة اوعى تنسى التأشيرة. صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم، فلقينا رجل أعرابي واقف على باب الحبيب، فبيقول له يا محمد، كان لسه رجل ما أسلمش، بيقول له يا محمد أعطني مما أعطاك الله. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن أخذ بيد الأعرابي وصار به إلى أن وصل إلى مكان فيه غنم بين جبلين، فقال أترى تلك الأغنام يا أعرابي؟ قال أجل يا محمد. قال هي هدية لك. فظن أنه يمزح ويستهزئ به صلى الله عليه وسلم، فقال أتستهزئ بي؟ قال لا، ولكنها لك كلها. فأخذ الرجل كل الأغنام التي بين الجبلين وذهب إلى قبيلته وهو لا يصدق، وطول ما هو ماشي عمال بيلتفت، يا ترى يرجع في كلامه، يا ترى ياخدهم مرة تانية، إلى أن وصل إلى القبيلة. فلما وصل سالما ومعه كل الأغنام التي بين الجبلين، قال يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة أبدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد في القصة أن النبي عرف المفتاح بتاع قلب هذا الرجل اللي يخش من خلاله على قلبه وقلب قبيلته في وقت واحد، فأسلم الرجل وأسلمت قبيلته بشوية أغنام. عشان كده درس الليلة بعنوان النبي ومفاتيح القلوب صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا نبدأ درس الليلة، بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. ديننا دين عالمي. أول آية في كتاب الله الحمد لله رب العالمين، في آخر سورة في كتاب الله قل أعوذ برب الناس ولم يقل رب المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. كل نبي كان بيرسل إلى قومه خاصة، وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى مدين أخاهم شعيبا. أما النبي فقد أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين. قال ابن عباس رسول الله رحمة للبر والفاجر والمؤمن والكافر والإنس والجن صلى الله عليه وآله وسلم. فوق ده كله نحن خير الأمم. ده مش كلامي، ده كلام ربي حبيبي سبحانه وتعالى، قال كنتم خير أمة أخرجت للناس. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أحمد بإسناد حسن، يقول إنكم تتمون يوم القيامة 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. وقال كما عند أحمد بسند صحيح، قال أهل الجنة 20 و100 صف، أهل الجنة 120 صف، 80 منها من أمتي و40 من سائر الأمم. يعني الأمم اللي قبلنا 69 أمة وإحنا الأمة رقم 70، ومع ذلك تلتين أهل الجنة يبقى من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والتلت الباقي يتقسم على 69 أمة كانت قبل أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وعشان إحنا آخر الأمم فكان لابد إن إحنا نحمل الرسالة يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، والحديث رواه البخاري. وقال جل وعلا قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال الإمام ابن القيم فإن كنت من أتباع النبي حقا فلا بد أن تدعو إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. حضرتك من أتباع النبي لازم تدعو إلى ما دعا إليه النبي. ما عنديش علم، ادعو إلى الله بالدلالة على الخير، دل الناس على الدروس، على المحاضرات، على الكتب، على أي حاجة تقربهم من ربنا. طيب ما عنديش القدرة على الدلالة دي، دل الناس بمالك، هات كتب ووزعها لوجه الله، سيدي هات ووزعها لوجه الله، كتب علمية ووزعها لوجه الله، أي حاجة تقدر تقرب بها لربنا سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الترمذي بسند صحيح ألا وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وعايز أعرفك بقى قدر الدعوة وقيمة دلالة الناس على خير، وقيمة تربية الناس على الأخلاقيات وعلى الدين وعلى السلوكيات الطيبة وعلى المعاملات الحسنة. فقال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. الله،
شفت النبي بيحفزك قد ايه عشان تدل الناس على خير. ولذلك كان النبي لا يتعامل مع الناس الا بلغه الحب. اي أيوة والله العظيم، بالحب. غير كفار قريش اللي كانوا بيستحلوا الميت ويستحلوا الفواحش وكانوا يأكلوا الميت وكانوا يعبدوا الأصنام وكانوا يشربوا الخمر وكانوا، ومع ذلك غيرهم بالحب، حولهم من كفار إلى أصحاب سيد الأبرار، فكانوا خير الخلق في هذا الكون بعد الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليهم. بالحب حببهم في العبادة وقربهم من ربنا، بالحب حببهم في البذل والعطاء والجهاد والتضحية من أجل هذا الدين العظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعوته بدأت بالحب وختمها بالحب. بدأت بالحب بضم جبريل عليه السلام حينما ضم النبي صلى الله عليه وسلم في حضنه في الغار وقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ. وختم دعوته بالحب صلى الله عليه وسلم بضمة أمنا عائشة، فقد مات النبي صلى الله عليه وسلم بين سحرها وبين نحرها. كل دعوة النبي كانت تدور حول الحب، ان انت تدعو الناس بالحب. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في غزوة خيبر، قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. وده كان طبعا سيدنا علي بن أبي طالب. يجي في يوم من الأيام عايز يوصل لمعاذ بن جبل معلومة وعايز ينصحه بنصيحة، عايز يقول له اوعى تنسى ان انت تقول في آخر الصلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. طب ما يوصلها له كده؟ قال لك لا، لازم أسبق بكلمة تخليه ينصت إلي ويستمع ويحب المعلومة. قال له يا معاذ، والحديث رواه أحمد بسند صحيح، قال يا معاذ والله إني لأحبك. طب هو النبي صلى الله عليه وسلم كان محتاج ان هو يقسم بالله ان هو بيحب معاذ بن جبل؟ اكيد النبي هو الصادق صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. فقال له يا معاذ والله اني لاحبك، فلا تدعن يا معاذ أن تقول في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولذلك سيدنا عبد الله بن مسعود يقول لتلميذه الربيع بن خثيم، يقول له يا ربيع والله لو رآك رسول الله لأحبك وما رأيتك إلا ذكرت المخبتين. قال له الكلمة دي لابن مسعود لأن الربيع بن خثيم كان ليه حال مع ربنا عجيب جدا. كان أهل السوق إذا رأوا الربيع بن خثيم هو داخل السوق يذكرهم بالله كانوا يقولون كنا إذا رأيناه هللنا وكبرنا. أول ما نشوف الربيع بن خثيم نقول لا إله إلا الله، الله أكبر، ليه الوجه يذكر بالله سبحانه وتعالى. في يوم من الأيام حس الربيع بن خثيم إن قلبه فيه شوية قسوة بسيطة كده، وكان بيته كده فيه فناء قدام البيت، حفر قبر ونزل فيه، ونزل وغطى نفسه بخشب وتخيل نفسه انه مات، وبعدين تخيل نفسه كمان ان هو سيعاقب في القبر. فبدأ يصرخ ويقول رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. وبعد ما كاد يختنق راح فاتح القبر بتاعه وخرج وقال ها أنت يا نفسي قد عدت فافعلي خيرا كما وعدت ولا تكوني كاذبة بين يدي الله سبحانه وتعالى. ربيع بن خثيم كان قيمة كبيرة جدا في التابعين رحمه الله ورحمة جميع التابعين، ورضي الله عن أصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. وفوق ده كله حبيبنا صلى الله عليه وسلم عمره ما ينسى أمته أبدا. النبي يقول هو في يوم من الأيام بيمر كده على دفناء البقيع، فبيقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإن إن شاء الله بكم للاحقون، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. الحديث رواه مسلم. ثم نظر إلى أصحابه وقال لقد اشتقت لإخواني. فقال الصحابة أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال بل أنتم أصحابي، إنما إخواني، اسمع وركز وصل على حبيبك، إنما إخواني أناس يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. في رواية أبي داود قال أجر الواحد فيهم ب50 رجلا منكم. قالوا منا أو منهم يا رسول الله؟ قال بل منكم، فإنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون على الخير أعوانا. الله، النبي مشتاق إليكم صلى الله عليه وسلم. وإحنا عملنا محاضرة كاملة في قناة اقرأ كان عنوانها النبي يشتاق إليكم، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. وفي يوم من الأيام النبي يقول للصحابة، والحديث رواه أحمد بسند صحيح، يقول طوبى لمن رآني وآمن بي. دول مين؟ دول الصحابة. ثم قال وطوبى 7 مرات لمن آمن بي ولم يرني. حضراتكم شوف قد ايه. واحد من الصحابة قال وما طوبى يا رسول الله؟ قال شجرة في الجنة يسير الراكب المسرع تحت ظلها 100 عام لا يقطعها. في يوم من الأيام عشان تعرف حب النبي ليكوا قد ايه،
وقد ايه النبي كان بيستعمل معاكم جميع مفاتيح القلوب صلى الله عليه وسلم. واقف النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم، فتذكر قول ابراهيم عليه السلام: رب انهن اضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم. ثم تذكر قول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم بكى النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه جبريل وقال: ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: أبكي من أجل أمتي يا جبريل. فصعد جبريل إلى ربه عز وجل وقال: يا رب إنه يبكي من أجل أمتي والله أعلم سبحانه وتعالى. فقال: ارجع إليه يا جبريل وقل له: إن سنرضيك في أمتك ولا نسوءك أبدا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. عشان كده النبي قال كما عند مسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. الله أكبر، الله أكبر. اختبأ النبي دعوته شفاعة لأمتي، وأخبرنا أن في 70,000 يخشوا الجنة بغير حساب ولا عذاب، والحديث في البخاري ومسلم. قال: فاستزدت ربي، طلبت المزيد لأمتي، لأنه بيحب أمته. يا رب أمة النبي محمد تحب النبي زي ما النبي بيحبها صلى الله عليه وسلم. قال: فاستزدت ربي فزادني. في روايتين، وروايتين في مسند الإمام أحمد بسند صحيح. قال: فاستزدت ربي فزادني مع كل 1070,000. قال: وثلاث حثيات من حثيات ربي، يعني 3 قبضات من قبضات الرحمن سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وفي الرواية الثانية قال: فاستزدت ربي فزادني مع كل واحد 70,000. الله أكبر. يبقى إذن يعني مش قادر أقول لحضراتكم مليارات المليارات، فقبضة الملك سبحانه وتعالى لا يعلم قدرها إلا هو سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى وجل جلاله. عشان كده قلت لحضراتكم بدأ النبي دعوته بالحب وختمها بالحب. تعالوا بقى نشوف 10 مفاتيح من أجمل وأعظم وأجل وأفضل مفاتيح القلوب التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل علم النبي فقه النفس، وعلمه مفاتيح القلوب، ازاي انه يدخل على واحد ويعلم مفتاح قلب هذا الانسان، ازاي ينفتح قلب هذا الانسان. دي كانت وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، دي كانت شغلته، ازاي ان هو يكون باسلوب معين، بطريقة معينة، بكلمة معينة، بعطاء معين، بطريقة معينة يقدر يفتح قلب هذا الرجل. دي كانت يعني من اجمل سمات الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. عايزين نقول يا جماعة، كل واحد في الدنيا ليه مفتاح يتفتح بقلبه. مفتاح قلبي غير مفتاح قلبك، غير مفتاح قلبك، غير مفاتيح قلوبنا جميعا. وإلا لما تعددت وتنوعت أساليب الدعوة، وإلا كان يبقى أسلوب دعوة واحد فقط هو الذي ينتهجه الدعاء. وإنما الدعاء عبارة عن زهور وثمار موجودة في بستان جميل، تلاقي الزهرة الصفراء والحمراء والخضراء والبيضة والزرقاء، وتلاقي ديت ليها ريحة ودي ملهاش ريحة، وتلاقي ديت ألوانها جميلة ودي ألوانها بسيطة، وهكذا تنوعت الزهور عشان كل واحد تناسبه دعوة معينة. في واحد يجي بالترغيب فيبقى في داعية أسلوبه في الترغيب جميل قوي، واحد تاني يأتي بالترهيب ففي واحد تاني أسلوبه في الترهيب عالي، وفي واحد يأتي بين الترغيب والترهيب، فواحد بيجمع بين الاثنين. وهكذا تتنوع أصناف الدعاء عشان المدعوين نفسهم بيختلفوا، كل واحد بيجي بطريقة معينة وكل واحد ليه مفتاح. تعالوا نشوف 10 مفاتيح وضعها النبي صلى الله عليه وسلم عشان نتعلم من خلالها كيف نفتح قلوب الناس من أمامنا. المفتاح الأول مفتاح البسمة والرحمة، والجملة دي كانت تؤثر عني من أكتر من 25 سنة. كنت دائما أقول، وارجعوا لشرايطي من 20 سنة، كنت دايما أقول: ارفع شعار البسمة والرحمة. البسمة والرحمة إن لم تنفع فلن تضر، أما القسوة والغلظة فإن لم تضر فلن تنفع. احفظ الجملتين دولت، هتستفيد منهم كثير جدا في حياتك. مفتاح البسمة والرحمة، في حديث رواه المنذري بسند جيد أن رجلا سقط حاجباه على عينيه من كبر سنه كده معدي 100 سنة، وجاي للنبي، والرجل ده لسه ما أسلمش، فداخل على النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إني قد عملت من الذنوب ما لو إن وزع على أهل الأرض لأغرقهم جميعا. أنا عندي شوية ذنوب، ده راجل معدي 100 سنة بيقول له: عندي شوية ذنوب لو توزعهم على أهل الكرة الأرضية تغرقهم كلهم. فلو واحد مكان النبي كان يتعامل مع الراجل ده إزاي؟ هو أنت لسه فيك حيل تعصي ربنا؟ أنت لحد دلوقتي ما تبتش؟ يا راجل اقعد في بيت ربنا، ويعني تسلم كده وتقعد في بيت ربنا وتعيش حياتك كلها لله. إنما النبي ما يتعاملش بالأسلوب دوت. النبي عمره ما بيغلظ على حد أبدا صلى الله عليه وسلم. تبسم النبي في وجهه وبدأ دعوته بالبسمة، عشان أنا مش متخيل إن في إنسان على وجه الأرض عنده ذرة في قلبه شغالة
يشوف بسمة النبي ولا يسلم إزاي صلى الله عليه وسلم. فأول ما النبي ابتسم في وشه قال له بقى إيه؟ في ساعتها طبعا جبريل جاء إلى النبي وقال له الجملتين دول عشان يقولهم، لأن النبي لا يتعامل إلا ولا يتكلم إلا بالوحي. فقال له أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فالراجل شاف البسمة الحلوة دي، شاف بسمة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له طبعا أشهد. ما شهدش إزاي يعني؟ طبعا أشهد، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال أبشر فإن الله قد أبدل سيئاتك كلها إلى حسنات. ارجع للفظ الحديث، بيقول له عندي ذنوب لو وزعتها على أهل الأرض تغرقهم كلهم. الذنوب اللي تغرق أهل الأرض ربنا سبحانه وتعالى بدلها له إلى حسنات. فالرجل مش مستوعب الموضوع برضه، لسه مش بالع الموضوع. قال له يا محمد وغدراتي وفجراتي، أنا عملت حاجات يعني مصايب سودة يعني. قال له وغدراتي وفجراتي، قال له وغدراتك وفجراتي. فولى الرجل وهو يكبر والنبي يمسح على لحيته ويبتسم ويقول الحمد لله الذي أنقذه من النار، وإذا بجبريل ينزل بآيات تتلى إلى يوم القيامة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ولذا ختم النبي هذا العنصر بقوله كما عند الترمذي بسند صحيح تبسمك في وجه أخيك صدقة. وعلماء الطب يقولوا عشان تبتسم بتشغل عضلتين فقط، وعشان تخشر وتكعبلها بتشغل 14 عضلة. ولذلك تجد أكثر الناس نضارة في وجوههم المبتسمون، وأكثر ناس وشوشهم بتعجز بدري الذين يكشرون. تعالوا نكمل مع بعض مفاتيح القلوب، ولكن بعد الفاصل صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا أول مفتاح البسمة والرحمة. بالله عليكم خلي دايما الوشوش كده والوجوه مبتسمة. هتقول لي مبتسمة في عز الأزمات اللي احنا فيها، وفي عز الأزمات اللي احنا فيها ديت عايزين نجتهد في دعوة الناس وفي تثبيت قلوبهم على طاعة ربنا سبحانه وتعالى. والله العظيم لو استسلمنا للأحزان اللي احنا فيها ما فيش حد لا هيروح لا هيدعو ولا يعمل، انما احنا بنخرج علشان بس نثبت قلوب الناس ونحسس الناس ان لسه الدنيا بخير، وان لابد ان احنا نذكر بعض بالله سبحانه وتعالى وناخد بايدين بعض لطاعه ربنا، ان في النهايه الدنيا كلها فانيه وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور، وان الى ربك المنتهى. يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه انك ميت وانهم ميتون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون كل نفس ذائقه الموت فكلنا مروحين. فعايزين نضمن على الاقل ان يكون ربنا سبحانه وتعالى يعني قابلنا وراضي عننا وبيحبنا. مش عايز اقول على الاقل، ده على الاكثر، ده نعمه عظيمه جدا. ربنا يرضى عنا وعنكم ويحبنا ويحبكم ويجمعني واياكم يا رب في الفردوس الاعلى. المفتاح الاول البسمه والرحمه. المفتاح الثاني القدوة والأخلاق الطيبة. إن الإنسان لما تيجي تبص للعالم تتعلم من لحظه قبل لفظه. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رحمة واسعة كان بيحضر له 15,000، وكان طبعا في رجل بيبلغ الكلام اللي هو بيقوله، ده يبلغ وبعدين بعد 10 صفوف الثاني يبلغ وهكذا عشان يوصل الكلام لكل الناس. كان منهم 5000 بيكتبوا عن الإمام أحمد، و10,000 بيتعلموا من أخلاق الإمام أحمد. تخيل حضرتك، يعني 5000 بيكتبوا وراه الحديث، و10,000 بيتعلموا من أخلاق الإمام أحمد وسلوكيات الإمام أحمد عشان يتعلم من لحظه قبل لفظه. يا سلام. أمنا خديجة لما رأت أخلاق النبي وسلوكيات النبي ومعاملاته، لما جاءه الوحي وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو مفزوع يقول زملوني زملوني، فلما أفاق النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى أمنا خديجة وقال لها لقد خشيت على نفسي يا خديجة. فقالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. عايزة تقول له اللي زيك اللي أخلاقه بالمنظر ده وسلوكياته بالمنظر ده وعنده مروءة بالمنظر ده لا يمكن ربنا يخزيه أبدا. ولذلك أبو بكر الصديق لما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام لم يتلكأ ولم يتلعثم، لأنه عارف أخلاقه، عاشر النبي صلى الله عليه وسلم سنوات طويلة وشاف أخلاقه وشاف صدقه وشاف أمانته، فلم يتلعثم ولم يتأخر، فكان أول رجل يؤمن مع النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن سلام حبر من أحبار اليهود، عالم من علماء اليهود، ومع ذلك بيقول كما عند الترمذي لما دخل النبي المدينة انجفل الناس إليه، أي أسرعوا إليه صلى الله عليه وسلم. قال فكنت في من انجفل إليه، كنت في من أسرع إليه. قال فلما رأيته ونظرت إلى وجهه علمت أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب. الله،
سمت الإحسان يا جماعة ربنا بيجعله على قلب الإنسان الصادق، تحس كده من وشه إنه إنسان صادق، تحس من وشه إنه إنسان ما بيكذبش عليك، تحس إن الكلمة طالعة من قلبه وواصلة لقلبك. ده اللي حصل بين عبد الله بن سلام وبين النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول لما رأيته ونظرت إلى وجهه، وده رجل عالم، عالم من علماء اليهود، بيقول علمت أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب. يبقى المفتاح الثاني القدوة، ان انا عايز اكون سبب في هداية الناس، اكون انا نفسي قدوة، ما اكونش فتنة للناس. دائما بيقولوا ان العالم زلة، العالم زلة عالم. ولذلك اقسم لكم بالله مع اي فتن تدور في اي وقت وغير ذلك، الواحد على قد ما بيقدر بيحاول بقدر الامكان انه يكون قدوة للناس اللي اتربت على ايده، والناس اللي اتعلمت منه، والناس اللي ياما عاشت معانا في المساجد وهنا وهنا، عشان ما نكونش فتنة لحد. حتى لو الواحد جه على نفسه، اجي على نفسي، بس ما اكونش فتنة للناس. مهم قوي قوي ان يراعي اي داعية واي عالم ان هو ما يكونش فتنة للناس، ان انا دعيت الناس فلازم الناس تشوف الدعوة اللي انا قلت لهم عليها، يشوفها باخلاقي، في معاملاتي، في سلوكياتي، يشوفوا ان العالم اللي قدامهم ده او الداعية اللي قدامهم ده انسان محترم، علشان هم كمان يثبتوا على دين الله سبحانه وتعالى. المفتاح الثالث مفتاح الحلم. كان في واحد برضو من علماء اليهود اسمه زيد بن سعنة، أو يقال زيد بن سعنة مع اختلاف القراءات يعني. زيد بن سعنة هذا الرجل في يوم من الأيام النبي استلف منه 20 صاعا من تمر، وكان يجوز عادي ان انا اتعامل مع يهودي او نصراني واستلف منه واستلف مني في المعاملات الماديه، مفيش مشكله خالص. فاستلف منه 20 صاع من تمر، والنبي صلى الله عليه وسلم اداله ميعاد مثلا لاداء الامانه، مثلا ده انا بدي مثال، خدوا منه مثلا في يوم 1 رجب، قال له هاتوا لك مثلا يوم 1 رمضان. فجه الرجل حب يختبر النبي، فراح جاي له مثلا يوم 1 شعبان، يبقى جاي له قبل ميعاد اداء الامانه بشهر كامل. فجاي بيقول له يا محمد انكم قوم مطلم في الاداء، تماطلوا في الاداء، فأد ما عليك يا محمد. مين اللي وقف جنب النبي صلى الله عليه وسلم؟ عمر ابن الخطاب. طبعا عارفين حضراتكم عمر بن الخطاب ما يتحملش يشوف حد بيتكلم مع النبي بالاسلوب ده، راح مطلع السيف وقال له أتقول هذا يا عدو الله لرسول الله وأنا أسمع وأرى؟ والله لولا أني أخشى غضب رسول الله لأطحت بالسيف هذا العنق، كنت موتك وأنت واقف. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ما قالش بقى عفارم عليك يا عمر، أيوة كده ورايا رجالة، ما قالش كده النبي صلى الله عليه وسلم. النبي ما بيتعاملش مع الناس بالمنطق ده. نظر إلى عمر وهو مغضب، قال ما أردنا منك هذا يا عمر، إيه اللي خلاك تعمل كده؟ قال يا رسول الله فما أردت مني؟ قال أردت منك أن تأمره بحسن الطلب، قل له اطلب بأدب، وأن تأمرني بحسن الأداء، قل لي أدي ما عليك يا رسول الله. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا عمر اذهب به إلى بيت مال المسلمين وأعطيه 20 صاعا من تمر، خد بالك من الحتة اللي جاية ديت، وزده 20 صاعا جزاء ما روعته. أنت لما عملت كده راجل اتخض، فاحنا لازم نكافئه على الخضة اللي اتخضها ديت، وخضة سيدنا عمر غير خضة أي حد تاني، أنتوا عارفين حضراتكم يعني. فالمهم فراح سيدنا عمر وهو ما يعرفش مين دوت أصلا لحد اللحظة دي ومش عارفه، فماشي جنبه، فزيد بن سعنة بيناقشه كده بيقول له ألا تعرفني يا عمر؟ قال لا، من أنت؟ قال زيد بن سعنة. قال له خيبك الله، زيد بن سعنة حبر اليهود؟ قال له أيوة. قال له ما الذي حملك أن تفعل هذا مع رسول الله؟ قال أخبرك يا عمر إني قرأت صفة النبي كاملة في التوراة فاستوثقت منها كلها إلا صفتين أردت أن أستوثق منهما، علمت أنه يسبق حلمه جهله وأنه لا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلمه، أما وأني قد رأيتهما الآن فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الحلم، إنك تكون حليم بالناس. لما تكون ماشي في السكة أكيد في مشاكل بتحصل في الطرقات، في مشاكل في المعاملات، خليك حليم بالناس. الناس متضايقة، الناس مخنوقة، الناس متنرفزة، خليك أنت مبتسم. واحد بيتنرفز عليك قول له ربنا يكرمك. واحد اللي جاي لواحد من الأئمة فبيقول له إني أكرهك، قال له وإنه أحبك. قال له بس أنا بكرهك في الله، قال له ده يزيدنا حبا فيك. فكان هذا الإمام من أحب الناس إلى قلبي. الحلم إن أنت تدفع السيئة بالحسنة. واحد بيقول لك أنا مش طايق أشوفك، قول له وأنا بحب أشوفك والله، أصل أنا ما بحبش أتفرج عليك، وأنا والله يا أخي والله لو حضرتك موجود في أي مكان قول لي وأنا مستعد وسعيد جدا إن أتفرج عليك، والله ده أصل أنا مش عايز أتعامل معك وأنا بحب أتعامل مع حضرتك والله، وشايف في حضرتك كل خير. الحلم إن أنت تحتوي الإنسان
بأخلاقك. المفتاح الرابع عشان ما نطولش، المفتاح الرابع مفتاح المال. ذكرنا من شوية في بداية الدرس هذا الرجل الذي أعطاه النبي غنما بين جبلين. إيه يعني شوية غنم؟ 2000 غنماية ولا 1000 غنماية في مقابل قبيلة كاملة أسلمت. الله، ده النبي صلى الله عليه وسلم ما تصلى عليه يقول: ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وفي رواية خير لك مما تطلع عليه الشمس، من الدنيا كلها. فشوية غنم بديها الواحد تتألف قلوب القبيلة كلها، فتسلم قبيلة كاملة بشوية غنم. يا بلاش يا بلاش، ربنا يا رب يجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم آمين. فمش مقصود هنا ان احنا نرشي الناس عشان يسلموا، او ان احنا نديهم فلوس عشان يهتدوا، مش ده المقصود. المقصود فقط تألف القلوب. والمقصود هنا بالفلوس الهدية، خدمة تأديها لهذا الإنسان، شفاعة حسنة تشفع له عند إنسان عشان يخلص له أمر معين، إنك تساعده. كل ده من أجل تأليف القلوب، كل ده بيكون سبب هداية الناس بفضل الله سبحانه وتعالى. المفتاح رقم 5 مفتاح عجيب شويتين. النبي صلى الله عليه وسلم معروف قوته قد إيه، بس في ناس ما كانتش تعرف قوة النبي. ثبت في الحديث الذي رواه البخاري أن أنس بن مالك قال لقتادة: إن كنا لنتحدث أن النبي قد أعطي قوة 40 رجلا. زاد أبو نعيم في صفة الجنة أن أنس قال لقتادة: إن كنا لنتحدث أن النبي قد أعطي قوة 40 رجلا من أهل الجنة. طيب الرجل من أهل الجنة قد إيه؟ ثبت في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير عن زيد بن أرقم بسند صحيح أن النبي ما صلى عليه قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل من أهل الجنة لا يعطى قوة 100 رجل في الطعام والشراب والشهوة والنكاح. يبقى قوة الرجل في الجنة ب100 رجل، والنبي قوته ب40 رجل من أهل الجنة، يبقى النبي قوته بقد إيه؟ 4000 رجل. ولذا علق الحافظ ابن حجر في فتح الباري وقال: وعلى هذا يكون حساب قوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ب4000 رجل. الله، اللهم صل وسلم وزيد وبارك عليك يا رسول الله. ومع ذلك لم يستعمل القوة أبدا في البطش ولا في الضرب ولا في التعذيب ولا في القتل ولا أي حاجة. في 23 سنة كاملة لم يقتل إلا رجلا واحدا اللي هو أبي بن خلف، وكان ليها أسباب أقولها لكم بعدين. لأنه أحب أن هو يهين النبي عليه السلام، يقول له: لئن لقيتك خارج مكة لأقتلنك. كررها مرة واثنين و23، فأحس النبي أن الكلام بقى فيه مهانة، سكوته كده غلط، فقال: بل أنا والله لأقتلنك. فقتله النبي في غزوة بدر. ده الرجل الوحيد اللي قتله النبي. أما غير ذلك كان النبي يدافع ولا يقاتل أكثر من المدافعة. ليه؟ لأن النبي كان يطمع في هداية البشر ولا يطمع في قتل البشر. نحن لا نفرح في قتل الناس، إنما نفرح في هداية الناس. لا نفرح بقتل الكفار فضلا عن قتل المسلمين، لكن نفرح بهداية الكفار وهداية المسلمين. ده قلب المؤمن. إن ربنا بيقول للنبي: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. بيقول له: يا رسول الله، هتموت نفسك عشان هم يؤمنوا؟ مش مهم يؤمنوا، بس المهم إن أنت ما تموتش نفسك. لا، النبي كان قلبه يعني بيتفطر على إن واحد يموت وهو مش مسلم. والدليل على ذلك حديث رواه البخاري: تمر جنازة رجل يهودي من قدام النبي، فيقوم النبي يقول: جنازة من هذا؟ قالوا: جنازة رجل يهودي مات بأقصى المدينة. فبكى النبي فقالوا: وتبكي يا رسول الله لموت رجل يهودي؟ ده يسوى إيه ده؟ فقال: أليست نفسا؟ وفي رواية: نفس تفلتت مني إلى نار جهنم. ده قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فمفتاح القوة بقى، أديك مثال جميل قوي قوي يعني حبيب إلى قلبي. كان في واحد رجل مصارع مشهور جدا. طبعا المقصود بالمصارعة هنا المصارعة الرومانية، واحد ماسك واحد اللي يوقع التاني على الأرض يبقى يكون هو كده اللي كسب. إنما مصارعة اليمين دولت دي مصارعة محرمة، اللي هي ضرب بالحديد وبالكراسي وضرب في الوجه، وقد نهى النبي عن ضرب الوجه صلى الله عليه وسلم. مثل هذه دي مش مصارعة، دي خناقات شوارع. إنما المصارعة المقصود هنا المقصود المصارعة الرومانية، اللي هي واحد بيصارع واحد، فاللي يوقع التاني على الأرض يبقى هو اللي كسبان. فركانة دوت كان مشهور بالمصارعة دي، ما كانش حد في أرض الجزيرة كلها يقدر يصارع ركانة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا ركانة ألا تسلم؟ مش عايز تسلم بقى؟ فقال له: إذا صرعتني سأسلم. فقال له: طب خلاص. فهو يعني ظن ان النبي هيرفض، يعني مش معقول حد ده، ما حدش يتجرأ على ركانه ده. فقال له النبي: خلاص نتصارع، ولو انت صرعتني يبقى خلاص ما تسلمش، ولو انا صرعتك تسلم. قال له: خلاص ماشي. اخذه النبي صلى الله عليه وسلم في ثواني زي الريشه كده ورماه في الارض ونزله على الارض، رماه في الهواء ونزله على الارض. فالراجل بقى عارف ايه،
زي ما كنا بنعمل زمان واحنا صغيرين كده في ابتدائي، لما نحب نلعب مع حد ولا بتاع واخد بالك ويوقعنا، لا انت ما اخدتني على غفله واخد بالك، الحركات بتاعت زمان اللي احنا عارفينها دي. فقال له اخذتني فجأة يا محمد. قال له خلاص بسيط، يكررها مره ثانيه. المره الثانيه شاله ورماه في الهواء ونزله على الارض. قال له برضه خدتني فجأة. قال له طب خلاص الثالثه بقى ايه دي اخر حاجه. فاخذه النبي ورفعه عاليا ثم طرحه على الارض. فما كان من الرجل الا ان قال: واحد يصرع ركانه أكيد ده مؤيد من ربه، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه المقصود هنا بالقوة؟ مقصودي هنا بالقوة مش قوة الجسد، عايزك توري الناس قوة عقيدتك، قوة إيمانك، قوة أخلاقك، قوة معاملاتك، قوة نجاحك، قوة علمك، قوة إنجازاتك، قوة طموحاتك وآمالك، قوتك في خدمة دينك وبلدك. الحاجات دي كلها تؤثر في الناس بفضل الله. الناس تحب المسلم الناجح، ما تحبش المسلم الفاشل. نجاحك دعوة لإسلامك. لما تكون رجل دكتور واخد دكتوراه في تخصص نادر، ده يكون سبب في ان الناس دي تسلم. ياما ناس أفاضل درسوا الإعجاز العلمي وكانوا بيجروا مناظرات في أوروبا وفي أمريكا في أماكن كثيرة بالعلم بتاع هذا المسلم. بدأ يطبق النظريات اللي موجودة على الطبيعة بآيات قرآنية، وبدأ يقول لهم انتوا وصلتوا للنظرية دي، النظرية دي موجودة من أكثر من 1400 سنة في القرآن، والدليل قول المولى عز وجل كذا. فإذا بكل الناس المجتمعين العلماء الموجودين سواء أمريكان أو أوروبيين كانوا بيسلموا في لحظة. ليه؟ بقوة علم هذا الرجل. طيب المفتاح السادس مفتاح الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم كما في عند الترمذي بسند صحيح كان سبب إسلام سيدنا عمر بن الخطاب اللي كان الناس بيقولوا عنه لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر الخطاب، كان إسلامه بسبب أولا تقدير رب سبحانه وتعالى ثم دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول النبي: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بعمرو بن هشام أو بعمر بن الخطاب. فكان أحبهما عمر بن الخطاب، فأسلم عمر بن الخطاب وأصبح فاروق الأمة وأصبح حصنا حصينا بين السنة والبدعة رضي الله عنه وأرضاه. الخليفة الراشد الأمير المؤمنين فاروق الأمة الأكبر عمر بن الخطاب، فكان سبب إسلامه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم غزوة بدر كان من أعظم أسباب النصر أيضا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، والحديث رواه البخاري. اللهم إن تهلك هذه العصابة يعني مجموعة من الصحابة، اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض أبدا، اللهم نصرك الذي وعدت. فإذا بأبي بكر يقول: يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعدك. فنزلت الملائكة تقاتل مع المؤمنين في غزوة بدر. في غزوة الأحزاب 10,000 كافر يحوطوا المدينة المنورة حتى ما النبي اضطر لحفر الخندق، ومع ذلك قام النبي يدعو كما عند البخاري أيضا: اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم. فكانت النصرة للمسلمين بفضل الله، وأجلي هؤلاء جميعا عن المدينة المنورة بالدعاء. في فتح كابول قتيبة بن مسلم الذي أرسله عمر بن عبد العزيز لفتح بلاد كابول، وكان معاه محمد بن واسع. فقتيبة بن مسلم استعصت عليه كابول لأنها صعبة جدا وأهلها ناس أقوياء، فما كان منه إلا أن قال لأصحابه: التمسوا لي محمد بن واسع، ورجل من خيرة التابعين. فقالوا: وجدناه ورافعا يديه إلى السماء ويقول: اللهم نصرك الذي وعدت. فقال: أبشروا والله بالنصر، فلأصبعي محمد بن واسع وهي تشير إلى السماء أحب إلي من 100,000 شاب طرير ومن 100,000 سيف شهير. فكانت النصرة بفضل الله سبحانه وتعالى. نطلع من العنصر ده بإيه؟ حاجة جميلة قوي. بالله عليكم بدل ما ندعي على العصاة تعالوا ندعي لهم. بدل ما أقول يا رب اهلك الفنان الفلاني أو الراقصة الفلانية أو المطرب الفلاني أو يا رب اهلك الكافر الفلاني قول يا رب اهديهم، يا رب، يا رب اشرح صدورهم، يا رب، يا رب حبب قلوبهم في الإيمان، يا رب، يا رب دوقهم طعم الطاعة ولذة الإيمان، يا رب. ما دام هي دعوة طالعة من الفم خليها للناس بدل ما تخليها على الناس، لأن احنا مش هنستفيد حاجة من إن الناس تموت على ضلال أو على باطل أو على معصية أو على كفر بالله سبحانه وتعالى، لكن هنستفيد لما الكون ده كله نعبده لله سبحانه وتعالى. وظيفتي في الدنيا أعبد ربي سبحانه وتعالى وأعبد الكون ده كله لربي سبحانه وتعالى. تعالوا نكمل مع بعض مفاتيح القلوب بعد الفاصل. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أشهد الله أني أحبكم في الله، وربنا يا رب يجمعنا وإياكم على الخير. وعايزين المفاتيح اللي بنذكرها دي النهارده ديت، ال10 مفاتيح ديت اكتبوها، اكتبوا بس عناصرها، واقعد كده كل ما تفكر تدعو إنسان اقعد افتكر المفاتيح وشوف كل واحد يناسبه أنهي مفتاح. تعال نشوف المفتاح رقم 7، مفتاح العفو. أنا بعتبره من أعظم المفاتيح، مفتاح ان انت تعفو عن الناس. ورد في الحديث العجيب الذي رواه النسائي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم فتح مكة امن الناس جميعا، اعطى الناس جميعا الامان الا 4 من الرجال وامرأتين، لان هم ارتكبوا جرائم حرب. ال4 من الرجال هم اللي ورد ذكرهم في الحديث: عكرمة ابن ابي جهل، عبد الله ابن خطل، عبد الله ابن سعد ابن ابي الصرح، مقيس ابن صبابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لقيتموهم فاقتلوهم ولو ممسكين بأستار الكعبة. معروف أن القتل داخل الحرم محرم، وتزداد حرمة القتل إذا كان الإنسان ممسكا بأستار الكعبة، لكن دول عشان ارتكبوا جرائم حرب فلا حرمة لهم. فالنبي قال: إذا لقيتموهم، إذا كان داخل يدخلوا الحرم عشان يحتموا، لو لقيتوهم متعلقين بأستار الكعبة فاقتلوهم. فلقوا عبد الله بن خطل ممسكا بأستار الكعبة فقتلوه. مقيس بن صبابة وجدوه في السوق فقتلوه. فبقي 2، بقي عكرمة بن أبي جهل وبقي عبد الله بن سعد بن أبي الصرح. عبد الله بن سعد بن أبي الصرح كان أخا لعثمان بن عفان في الرضاعة، وبعدين راح استخبى في بيت عثمان بن عفان. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجدد البيعة مرة أخرى مع الذين يدخلون جديدا في الإسلام، خرج عثمان بن عفان وأخذ معه عبد الله بن سعد بن أبي الصرح. وإذا بالنبي يفاجأ بأن الرجل واقف جنبه، فعثمان قال له: بايعه يا رسول الله. فالنبي غضبان منه لأنه ارتكب جرائم حرب، فاستدار النبي هذه الناحية، فراح عثمان بن عفان لف له الناحية الثانية، قال له: بايعه يا رسول الله. راح لافف في الناحية الثالثة، فراح له عثمان بن عفان وقال له: بايعه يا رسول الله. فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم استحياء من عثمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الذي رواه مسلم: أما أستحي من رجل تستحي منه ملائكة الرحمن؟ كان يقصد بذلك عثمان بن عفان. فبعد ما مشي عثمان بن عفان وعبد الله بن سعد بن أبي الصرح وخلاص النبي اداله أمان لأنه بايعه خلاص، قال النبي للصحابة: أما كان فيكم رجل رشيد يراني إذ أعرضت عن هذا الرجل فيقوم فيقتله؟ فقالوا له: يا رسول الله، طب احنا كنا نعرف منين؟ هل أومأت إلينا بعينك حتى نقوم فنقتله؟ فقال: سبحان الله، ما كان لنبي أن يكون له خائنة أعين. الغمزة ديت، الإشارة بالعين ديت، النبي بيعتبرها خيانة. تخيل، شوف الأخلاق وصلت للحضار العجيب اللي احنا بنعاني منه الآن عامله ازاي. النبي بيعتبر نظرة بس كده، الرمشة بالعين دي خيانة. يقول: ما كان لنبي أن يكون له خائنة أعين. ما بقي إلا عكرمة. زوجته أم حكيم راحت أسلمت وطلبت منه الأمان لعكرمة. كان عكرمة في اللحظة ديت ركب بقى سفينة وقال لك: أهرب من المكان ده ما دام النبي أحل دمي، يعني خلاص، أو أهدر دمي، فخلاص أنا أهرب من المكان ده. هاجت الأمواج في السفينة وقال ربان السفينة: أيها الناس، إنه لا ينفعكم هنا آلهتكم التي تنحتونها من الحجارة، وإنما ينفعكم هنا الله فاطر السماوات والأرض. فما كان من عكرمة إلا أن قال: اللهم إن كان لا ينفعني هنا إلا رب السماوات والأرض فلله علي عهد، إن أنجاني من هذا لأرجعن إلى محمد صلى الله عليه وسلم ولأضعن يدي في يده فلأجدنه عفوا كريما. عاد عكرمة ورايحة أم حكيم زوجته عشان تقابله على شاطئ البحر. الاتنين اتقابلوا على شاطئ البحر وقالت له: لقد أمنك النبي صلى الله عليه وسلم. راح عكرمة ووقف أمام النبي على استحياء. 21 سنة بيعادي النبي، 21 سنة بيحارب النبي، ياما حاول يقتل النبي، وهو دلوقتي واقف قدام النبي. فبص كده للأرض وقال له: أيغفر الله لي يا رسول الله؟ ربنا يغفر لي اللي فات دوت. قال له: يا عكرمة، أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله، وأن الحج يجب ما قبله، وأن الهجرة تجب ما قبلها؟ فقال: أشهدك يا رسول الله أني ما وقفت موقفا في عداوتك إلا وقفت أضعافه في نصرتك، وما أنفقت نفقة في عداوتك إلا أنفقت أضعافها في نصرتك. حتى مات شهيدا رضي الله عنه وارضاه في معركة اليرموك بعد أن مات النبي وهو راض عنه، عكرمة بن أبي جهل. شوف قد ايه العفو بيعمل ايه. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاله عمير بن وهب لما اتفق مع صفوان بن أمية انه يروح يقتل النبي وقال له: انا ليا حجه، ابني مأسور من غزوه بدر عند النبي، فلو ظبطوني اقول لهم انا جاي عشان افديه وهاخد معايا فلوس. وراح سامم السيف بتاعه وراح عشان يقتل النبي.
بعد ما صفوان قال له ما تشغلش بالك، دينك عليا، انت عليك ديون انا هسدها لك، وعيالك عيالي، عيالك هيتربوا معايا لو انت مت. فراح عمير بن وهب، واول ما عمر بن الخطاب شافه خده ومدخله على النبي. فقال النبي: ما هذا السيف الذي في رقبتك يا صفوان يا عمير؟ فقال: قبح الله من سيوف، وهل نفعتنا في يوم بدر ما ضربنا لما شبعنا يعني. فقال له: ففيما جئت يا عمير؟ قال: جئت من أجل فكاك أسيري. ليه أسير عندكم؟ قال: اصدقني يا عمير، إنك جئت لتقتلني والله حائل بيني وبينك. قال له: لا ما حصلش. قال له: بل جلست أنت وصفوان بن أمية عند الحجر وقلت له كذا وقال لك كذا والله حائل بيني وبينك. قال: والله ما يعلم هذا إلا الله، لأن ما حدش يعرف السر ده غير أنا وصفوان. فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فعفى عنه النبي وقال: أطلقوا له أسيره وفقهوه في دين الله وأعطوه ما شاء. شوف قد إيه، شوف حلم النبي. ثمامة بن أثال اللي كان أكثر من مرة يحاول يقتل النبي، لما اتقبض عليه وجابوه في المسجد وربطوه في السارية، دخل النبي، وثمامة ده سيد أهل اليمامة اللي كان بتودي الأكل والشرب لمكة كلها. فقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي خير يا محمد، إن تقتل ذا دم، وإن تنعم على شاكر، وإن تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فإذا بالنبي يقول: أكرموا ثمامة، أكرموا. واحد حاول يقتلك 4 مرات يا رسول الله، أكرموا ثمامة. الله. فكل واحد جاب أحلى حاجة عنده وحطها له، وبدأ الرجل ينظر ويبكي. معقولة حاولت تقتله 4 مرات وهو بيقول أكرمه ثمامة؟ سابه 3 أيام في المسجد. ليه؟ ما كان ممكن يطلق سراحه من أول يوم. حبوا يسمعوا القرآن، حبوا يسمعوا السنة، حبوا يخليه يشوف أخلاق النبي والصحابة. شافها 3 أيام ثم قال النبي: ما عندك يا ثمامة؟ قال نفس الكلمات. قال: أطلقوا ثمامة، خلاص مش عايزين منه حاجة. ذهب ثمامة إلى مكان بعيد عشان ما حدش يظن أنه بيسلم خوفا من النبي وأصحابه، ثم اغتسل ثم عاد إلى النبي وقال له: يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم قال: والله يا رسول الله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فقد أصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي. وما كان من دين أبغض إلي من دينك، فقد أصبح دينك أحب الدين كله إلي. وما كان من وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. في يوم الطائف يضربوا النبي صلى الله عليه وسلم لحد ما تدمى قدماه، ويقول: اللهم يعني إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. ويقول له: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. ويجي له ملك الجبال، الحديث رواه البخاري ومسلم، يقول له: يا رسول الله إن ربك قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك، وقد أمرني أن أطيعك فيما شئت، فلئن شئت لأطبقن عليهم الأخشبين، جبلين هموتهم ما بينهم. قال: لا، إني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. الله. يوم فتح مكة بعد ما أذوه رموا التراب على راسه ورموا سل الجسور على ظهره، طردوه من مكة وهو بيبكي ويقول: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. واتهموه في عرضه صلى الله عليه وسلم وحاولوا يقتلوه 10 مرات، ومع ذلك عاد يوم فتح مكة يقول لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ أنا مش من أخلاقي أن أنا أنتقم، أنا ما بنتقمش أبدا، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. ده أنا قلت كده للمسلمين وعلمتهم العفو، معقولة أنا معفوش؟ فقال لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فكان كريما صلى الله عليه وسلم وقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ده المفتاح رقم 7، مفتاح العفو. سامح واعفو، وتأكد إنك مش بتعفو عشان ضعيف، أنت بتعفو عشان بتحب ربنا. ربنا قال: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. عايز يقول ايه؟ عايز يقول ان الاجر ما حدش في الدنيا يعرفه، اجر العفو ما حدش في الدنيا يعرفه، قال فاجره على الله. دي مفاجأة يوم القيامة. المفتاح رقم 8، مفتاح باب الامل او مفتاح فتح باب الامل. عمرو بن العاص لما جه يسلم في يوم فتح مكة قال له: يا رسول الله، لما النبي مد ايده قال له: اشترط يا رسول الله، اشترط ان يغفر الله لي، لان لو ربنا ما غفرليش اللي عملته معاك ماليش لازمه ان انا اسلم، لان انا كده هبقى ضعت. قال: اشترط أن يغفر الله لي. فقال له نفس الكلام اللي قاله لعكرمة، وقال له نفس الكلام اللي قاله لحكيم بن حزام: أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله، وأن الهجرة تجب ما قبلها، وأن الحج يجب ما قبله، يعني بيمحي ما قبله، خلاص أنت دلوقتي صفحة بيضة خلاص. فأسلم عمرو بن العاص، وأسلم خالد بن الوليد، كل ده في عام الفتح، وأسلم عكرمة بن أبي جهل برضه في عام الفتح. حكيم بن حزام قال نفس الكلمة والنبي قال له نفس الكلمة. عشان كده بنقول: افتحوا باب الأمل للعصاة، افتحوا باب الأمل حتى للكفار. المولى عز وجل يقول:
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ربنا يغفر كل الذنوب إلا الشرك، لكن ثبت في آية أخرى أن ربنا بيغفر حتى الشرك. تخيلوا حضراتكم، قال جل وعلا: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، أي سنة الأولين في إهلاك المولى عز وجل للكفار. بيقول للكفار، بيقول له يا محمد صلى الله عليه وسلم قول للكفار دول إن ينتهوا، أي ينتهوا عن الكفر، يغفر لهم ما قد سلف. ربنا يغفر لهم كل اللي فات، بل ويبدل سيئاتهم كلها إلى حسنات. افتح باب الأمل للناس، اوعى تيأس حد من رحمة ربنا. ما تجيش للناس تقول لهم ربنا مش هيغفر لكم، ربنا مش هيرحمكم، طول ما انتوا بتعملوا كده. انت هتحكر على مغفرة ربنا؟ انت بتحكر على رحمة ربنا؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ انت اللي بتقسم رحمة ربنا، انت اللي بتقول فلان في الجنة وفلان في النار. حدث النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح عن رجلين من بني إسرائيل متواخيين متصاحبين، أحدهما مجتهد والآخر مذنب. واحد مجتهد والتاني مذنب. فكان المجتهد عنده قسوة في القلب، عنده غرور الطاعة. كان المجتهد يمر على المذنب ويقول له أقصر. طب وده أسلوب دعوة؟ يعني عايز يقول له كده بلغتنا خف بقى، كفاية ذنوب. طب ده مش أسلوب دعوة. فقال له أقصر، فالتاني يقول له خليني وربي أبعثت علي رقيبا. ففي مرة من المرات مر الأب يذنب فقال أقصر والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة. يقول أبو هريرة راوي الحديث: لقد قال رجل كلمة أوبقت عليه دنياه وأخراه. مات الرجلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فوقف بين يدي الله يوم القيامة. النبي بيحكي جزء من الحديث حصل في بني إسرائيل، والجزء الثاني بيحكي لك حاجة هتحصل يوم القيامة بوحي من الله إلى رسول الله، لأن النبي لا يعلم الغيب على إطلاقه، إنما يعلم بعض الغيبيات اللي ربنا أكرمه بها. قال: فوقف بين يدي الله فقال جل وعلا للمجتهد: أكنت بي عالما أم كنت على ما في يدي قادرا؟ اذهبوا به إلى النار. ثم قال للمذنب: اذهبوا به إلى الجنة. وضح النبي ذلك في رواية الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان. فقال جل وعلا: من ذا الذي يتألى علي؟ مين اللي بيحلف علي ألا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. اوعى تقول فلان في الجنة وفلان في النار، اوعى تقول فلان ربنا مش هيرحمه، اوعى تقول فلان ربنا مش هيغفر له، مش بإيدي ولا بإيدك. إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى إذا ما اقترب أجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. وفي المقابل: وإن الرجل يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة حتى إذا ما اقترب أجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار. واحد ممكن يقول لي: طب ليه ده مش ظلم ده؟ لما واحد يعمل بعمل أهل الجنة سنين طويلة ثم قبل ما يموت بشوية يعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. يوضح ذلك رواية الإمام مسلم، دي رواية البخاري، رواية الإمام مسلم، الحديث البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة الزمان الطويل فيما يبدو للناس. يعني هذا الرجل لم يعمل العمل مخلصا لله، وإنما عمل هذا العمل رياء وسمعة، فلما اقترب أجله أظهر الله ما في قلبه. وده يوضح لنا ليه بعض الناس يبقى حياته طويلة ما شاء الله في العلم وآخر أيامه بينتكس، لأن في حاجة في نيته مش مظبوطة فربنا بيظهرها في آخر أيامه. ربنا يسترني وإياكم يا رب العالمين، ولا يملأ قلوبنا إلا بطاعته وإخلاص النية له سبحانه وتعالى. المفتاح رقم 9، مفتاح الوفاء. في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح كان في واحد اسمه أبو رافع. أبو رافع دوت كان رجل يعني من كفار قريش، وكان بعثوه كرسول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يبلغوا رسالة. وصل أبو رافع فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ألقى الله الإسلام في قلبه، قال: لن أعود يا رسول الله وأريد أن أسلم. قال: لا، إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد. لا أخيس بالعهد يعني لا أنقض العهد، أنت رسول جئت من عند قريش لابد أن ترد إلى قريش. ولا أحبس البرد، البرد جمع بريد، والبريد هو الرسول الذي يأتي ما بين اثنين. قال له: أنا ما احبسش عند الرسل ولا أنقض العهد أبدا، ولكن ارجع إلى قريش فإن كان في قلبك الذي في قلبك الآن فعد مرة أخرى وأسلم. فعاد إلى قريش ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم مرة أخرى، عشان تعرف قد ايه نعمة الوفاء. بمجرد هذا الرجل كان ممكن النبي يقول له: طبعا اقعد بقى واسلم وسيبك من قريش. كان ممكن الراجل يشك في نبوة النبي، لكن لما قال له: إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد، أنا رجل صاحب قضية وصاحب وفاء وصاحب خلق لا أغيره أبدا. والمؤمن كده يا جماعة،
المؤمن أخلاقه لا تتلون ولا تتغير. ما أقولش اللي كويس معايا أبقى كويس معاه زي الفل، واللي وحش معايا أوريله وش الخشب. غلط، مش ده المسلم. المسلم يتعامل مع الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكن أحدكم إمعة. قال: وما إمعة يا رسول الله؟ قال: إن أحسن الناس إليه أحسن، وإن أساءوا إليه أساء إليهم. لا، غلط. ولكن ليوطن أحدكم نفسه أنه إذا أحسن الناس إليه أحسن إليهم، وإن أساءوا إليه شوف بقى اجتنب إساءتهم. الله، يبقى لما حد يحسن لي أحسن إليه، ولما حد يسيء إلي ما بدلوش بالإساءة، إنما أجتنب إساءته. ده إن لم أستطع أن أرد إليه الإساءة بإحسان أيضا، وهذا أعلى طبعا. فالنبي يتكلم هنا عن العدل، ويعني بيقول لك بقى لو عايز تتعامل بالفضل يبقى ترد الإساءة بإحسان. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد. آخر حاجة، آخر مفتاح، لكنه مفتاح خاص بالنبي لوحده صلى الله عليه وسلم، مفتاح المعجزات. ناس كتيرة جدا أسلمت وخالط الإسلام بشاشة قلوبهم بسبب معجزات معينة، زي سراقة بن مالك. سراقة بن مالك عرف أن قريش قالت في 100 ناقة لمن يأتي بمحمد صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا. الكلام ده كان في حديث الهجرة. فما كان من سراقة إلا أنه فعلا استطاع أن يصل إلى المكان اللي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. فلما وصل إليهم ساخت قوائم الفرس في الأرض، فعلم أن النبي مؤيد من ربه سبحانه، لكنه برضه خالف بقى إيه يعني ما يعتقد، وراح مكمل ورا النبي. ومرة تانية وثالثة وساخت قوائم الفرس. في المرة الأخيرة قال: أعطيني الأمانة يا محمد، فأعطاه النبي الأمان. فجاء إليه وقال له: يا محمد، إني كنت قد فعلت كذا وكذا وكذا، فأمني وأعطني عهدا بيني وبينك. فالنبي قال له: كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟ سراقة بن مالك ده لما قابل النبي في عام الفتح وأسلم ووقف مع النبي صلى الله عليه وسلم، تمر الأيام بعد وفاة النبي وأبي بكر، وفي عهد الفتوحات الإسلامية اللي كانت في عهد عمر بن الخطاب، يأتي سعد بن أبي وقاص بعد ما انتصر في معركة القادسية، وجاي بقى معاه كنوز كسرى كان من ضمنها سواري كسرى. قال: أين سراقة بن مالك هذا الأعرابي؟ قال: ها أنا يا أمير المؤمنين. قال: تعال والبس سواري كسرى كما وعدك النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام جه رجل أعرابي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتؤمن به أعرابي؟ فقال: لا أؤمن حتى تشهد لك شجرة النرجس. شجرة ضخمة كده كانت واقفة بعيد. فأشار النبي، والحديث رواه الإمام أحمد بسند جيد جوده الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية. فأشار النبي للشجرة أن تأتي، فجاءت الشجرة تخض الأرض خدا، أي تشق الأرض شقا، حتى جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونطقت الشهادتين 3 مرات ثم أمرها فعادت فأسلم الأعرابي. في يوم تاني يأتي أعرابي، الحديث أيضا رواه أحمد بسند جيد. فجاء أعرابي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتؤمن يا أعرابي؟ قال: لا أؤمن ولا أشهد لك حتى يشهد لك ذلك الضب. الضب حيوان صحراوي موجود في المملكة العربية السعودية، بيعيش في الصحراء، وقد كان بعض الناس يأكلونه وما زال بعض الناس يأكلونه من البدو حتى يومنا هذا. وهو شكله كده عامل زي التمساح لكن يعني صغير شوية. فقال النبي للضب: أتشهد لي يا ضب؟ فوقف الضب على رجليه الخلفيتين ونطق الشهادتين 3 مرات ثم ذهب فأسلم الأعرابي. آخر حاجة، في يوم من الأيام جاله واحد وقال له: يا محمد، لا أؤمن لك حتى تشهد لك أغصان تلك الشجرة. فنظر النبي إلى الشجرة فنزلت الأغصان إلى الأرض ومالت على الأرض ونطقت الشهادتين 3 مرات فأسلم هذا الأعرابي. حاجات كثيرة جدا ممكن تكون مفاتيح للقلوب غير المفاتيح اللي احنا ذكرناها دي. المعاملة الطيبة، الكلمة الطيبة، إلقاء السلام، إن أنت تدعو الناس بأحب أسمائهم، إن أنت تلبس بيكون مظهرك طيب، يكون عندك أدب في الكلام، خفض الصوت، زيارة الناس وإن أنت تكرمهم وتهديهم، إن أنت تحفظ أسرار الناس. كل دي من أسباب هداية الناس ومن أسباب حب الناس للإسلام. إكرام الضيف وإطعام الطعام، زيارة المرضى واتباع الجنائز، التواضع مع الناس، حسن الاستماع وعدم المقاطعة. أنا بذكر لك عناصر فقط. حسن الظن بالناس والثناء عليهم، الإكثار من الصدقة ولو كانت قليلة، السماحة في البيع والشراء، تشجيع المدعو إذا ظهرت عليه أي فضيلة، لقيت عليه ما شاء الله واحد بتدعوه فلقيته مهذب ما شاء الله فأثني عليه عشان يستمر. التنازل عن بعض الحقوق أحيانا إذا كان ذلك سيغر الصدور. ولذلك قال وهيب بن الورد: إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل.
واعلم يقينا في النهاية أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. واوعى تيأس من أحد. كانوا يقولون لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر، فأسلم عمر. لا تيأس من أحد ولا تقنط أحدا من رحمة الله، واصبر على الدعوة واشكر الله إن فتح الله لك قلوب العباد. بحبكم في الله، منتظر إيميلاتكم واتصالاتكم بعد هذا الفاصل. صلى على الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. معانا بعض الإيميلات في انتظار اتصالات حضراتكم. ربنا يبارك فيكم. الأخت خديجة تقول: ما حكم إحضار راق ليقرأ على شخص به مس؟ الحقيقة أنا بفضل دايما يا جماعة في موضوع المس وهذه الأشياء، بفضل إن الإنسان يعالج نفسه بنفسه أو يعالجه قريب له. ليه؟ لأنه يشترط في نجاح هذا العلاج إخلاص الراقي، وما فيش إنسان في الدنيا أخلص لنفسه من نفسه، كما قال ذلك الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى. وأنا أخشى بس من حاجة، أخشى أن بعض، ما بقولش طبعا كله واستغفر الله، بعض هؤلاء الذين يرقون بعضهم بيكون بيتظاهر بأن هو بسمت أهل السنة، وممكن يكون عياذا بالله بيتعامل مع الجن وغير ذلك، فممكن يتسبب في إيذاء هذا الإنسان أو في هذه الإنسانة، وفي نفس الوقت ممكن عياذا بالله يتسبب في أذى، وهو كمان يدلهم ان هم لازم يلجأوا ليه في كل مرة، فيفضل الإنسان متعلق بهذا الإنسان ويخسر كل شيء بسبب هذا الأمر. فأفضل الإنسان يرقي نفسه بنفسه أو يعالج نفسه بنفسه، أو تقرأ سورة البقرة على مية يشرب منها ويغتسل إن شاء الله، بتكون فيها فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الأستاذ رياض: أرجو من حضرتك عمل حلقة بعنوان النبي وغرس الأمل، لأن كثيرا من الناس يعيشوا في يأس وقنوط. حاضر على عيني والله، ولو حبيتوا إن شاء الله، يعني ربنا يبارك في حاجة أستاذ رياض، هخليها لكم الحلقة اللي جاية إن شاء الله، النبي وغرس الأمل. يعني ربنا يبارك فيك يا رب العالمين، أنا حتى بعلم عليها هو عشان أخليها الحلقة اللي جاية إن شاء الله. الأستاذة حنان: أنا متزوجة منذ 35 سنة ولم يرزقني الله بأولاد، هل يوجد دعاء أو عمل أعماله ليرزقني الله بالذرية؟ أسباب الرزق بالذرية كثيرة. من حاضر بس هاخد بس الأخت وفاء وأكمل سؤال الأخت حنان. السلام عليكم أستاذة وفاء. وعليكم السلام. لو سمحت فضيلة الشيخ، كنت عايزة أسأل حضرتك، أنا بقول الأذكار وبصلي النوافل وكده، بقرا القرآن قبل الفجر الحمد لله، وبصلي القيام الليل، ربنا يتقبل. بس أنا خايفة يكون دي بقت عادة عندي، اللي أنا بحس إن أنا لو ما عملتش الحاجات دي بكون متضايقة وكده وبقوم أعملها، بس أنا خايفة يكون الحاجات دي أنا بقت عادة عندي أكتر من هي عبادة. لا، ما أنت دايما كده جددي النية بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، ودايما كده في العبادات دي بالذات يا أستاذة وفاء، ربنا يبارك في حضرتك. حاولي بقدر الإمكان، يعني إيه، من أنت شوفي يعني إيه، إنما العلم بالتعلم وإنما الصبر بالتصبر وإنما الحلم بالتحلم، كذلك الخشوع بالتخشع. إن الإنسان يحاول يستحضر الخشوع ويستحضر وجددي أماكن العبادة. لو مثلا بتصلي في المكان ده، طب غير المكان. لو بتصلي باللبس ده، غير اللبس، بس برضه لبس محجب بس غيريه. يعني حاولي بقدر الامكان تشوفي الحاله اللي تسبب لك في زياده الايمان. يعني مثلا في انسان يحب يصلي قيام الليل والنور والع، وفي انسان يقول لا انا اخشع لقلبي اخلي نور كده بسيط واصلي، والحمد لله النور دلوقتي بيقطع يعني ما فيش مشكله خالص، فيعني لا بسيط ولا غيره يعني. فقصدي ان الواحد يشوف الحاله الايمانيه او الحاله اللي ممكن توفر له حاله ايمانيه عاليه بفضل الله سبحانه وتعالى. مين معانا؟ الأستاذة رحاب من السودان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. يلا بعد ما يقال بعد السلام من الصلاة المفروضة. نعم، معلش ما سمعتش. الصلاة المفروضة بعد السلام. صح، ما يعني ما نزعل في صلاة. ماذا يقال بعد الصلاة المفروضة؟ الأذكار. نعم، بعد السلام الأذكار، يعني الأذكار. الأذكار، نعم نعم. طيب ربنا يبارك في حضرتك. يعني هو كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله ثلاثا، وكان يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وكان يقرأ آية الكرسي، ثم يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 ويختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، أو لا إله إلا الله. فالشاهد في الموضوع إن احنا إن شاء الله نحاول بقدر الإمكان إن احنا نكثر من الأذكار. طب ليه أنا بستغفر ربنا بعد الفريضة مع إن لسه مأدي فريضة؟ كأنها رسالة من الإنسان
إن كان الفريضة فيها تقصير يا ربي فأنا بستغفرك على أي تقصير في هذه الطاعة اللي أنا بتقرب بها إليك يا رب. وده إحساس جميل قوي من أهل الإيمان. أهل الإيمان يعملوا الطاعة ويشعروا أن هم مقصرين، أما أهل النفاق عياذا بالله لا يفعلوا أي شيء ويشعروا أن هم ما شاء الله على حالة طيبة. فالأستاذة حنان اللي بتقول لم يرزقني الله عز وجل من 35 سنة، أدل على حضرتك وأنا على الاستغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يبقى إذن إيه؟ ربنا بيمد الإنسان بالمال والبنين، أدي من أسباب الذرية كثرة الاستغفار. الحاجة الثانية الدعاء. ادعي قولي دعاء سيدنا زكريا يا رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. الحاجه الثالثه على قد ما تقدري ربنا يبارك في حضرتك خذي بالاسباب الطبيه لا مانع من هذا. يبقى الاستغفار والدعاء والتوكل واليقين وحسن الظن بالله ثم الاخذ بالاسباب الطبيه، وان شاء الله ربنا يا رب يرزقك ويرزق كل محروم بالذريه الصالحه. الاستاذ علاء بيقول خطيبتي بتعمل في مجال التعليم وهي على قدر من الدين، والمشكلة أنها غير مقتنعة بأن استعمال الكحل حرام أمام الغرباء. طبعا أي زينة للمرأة أمام الغرباء حرام. يعني إيه؟ إن المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان، فلا ينبغي يعني الزينة للمرأة ديت أمام المحارم، أمام زوجها، أمام والدها، أمام أخوها، أمها، أختها، نساء عيلتها، ما فيش أي مشكلة خالص. أمام محارمها تتزين كما شاءت، تلبس اللي هي عايزة تلبسه، إن شاء الله تلبس بأي لبس هي عايزاه في البيت. إنما أمام الرجال بره لا، يعني الكحل والزينة والمكياج والكلام ده كله، هذا كله يعني لا يجوز في دين الله سبحانه وتعالى. مين معنا؟ الأستاذ علاء. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ أهلا وسهلا بحضرتك. أخبارك؟ ربنا يعز حضرتك. كيف الواحد يتوب من المعصية؟ كيف الواحد يتوب من المعصية؟ شوف، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الندم توبة. مجرد أن الإنسان فقط يندم على هذه المعصية هي في حد ذاتها توبة، لكن هناك شروط للتوبة وضعها أهل العلم. الشرط الأول الإقلاع عن المعصية، أنا بعمل المعصية أقلع عنها. الشرط الثاني الندم على ما فات. والشرط الثالث العزم على عدم العودة مرة أخرى إلى المعصية. وفي شرط رابع أضافه أهل العلم، ألا وهو إذا كان المعصية تتعلق بمظالم البشر لازم أرد المظالم للبشر، لأن يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ولكن يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. يبقى إذن هي دي شروط التوبة. نعم. فاطمة الزهراء من الجزائر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ريت أستاذة فاطمة توطي التلفزيون بعد إذن حضرتك واسمعيني من التليفون. اتفضلي. لفضلك. يا شيخ. أيوة نعم مع حضرتك. فاطمة زهرة من الجزائر. مع حضرتك يا فندم اتفضلي. أنا يا شيخ تكلم من عند الوسواس. الوسواس. ايه. نعم ربنا يبارك في حضرتك. حاضر يا أستاذة فاطمة. ربنا يا رب يزيح عنك يا رب ويعفو عنك وعن جميع يا رب مرضى المسلمين. حاولي بقدر الإمكان يا أستاذة فاطمة، حاولي استعيذي بالله من الشيطان الرجيم، أكثري من الاستغفار، أكثري من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. دايما ما تطوعيش الشيطان في أي حاجة. يعني جالك وسواس في الوضوء، اتوضيتي وبعد ما اتوضيتي الشيطان يقول لك لا أنت لسه ما اتوضيتيش، قولي خلاص اتوضيت وخش صلي. صليت الصلاة، ركزي في صلاتك، جه في الصلاة قال لك الصلاة دي لا تصلح، ما تلتفتيش. حاولي بقدر الإمكان تعاندي الشيطان في هذه المسائل، عشان لو أنت استدركت معاه في كل ما يعني يوسوس به إليك هتلاقي نفسك في النهاية هتبغضي العبادة وتكرهي العبادة. لما تلاقي نفسك بتتوضع عشان صلاة واحدة 11 أو 12 مرة وبتصلي الصلاة بتعيديها 3-4 مرات هتزهقي من العبادة. فعشان كده ابعدي عن ان انت تطاوعي الشيطان والاستعيذي بالله من الشيطان الرجيم وخشي في الصلاة على طول، واكثري من الدعاء ومن الاستغفار. ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب العالمين. الأستاذ منذر من السودان، عمري 14 سنة، هل وجب علي الصيام؟ يجب الصيام على البالغ، فإذا بلغت فيجب عليك الصيام إن شاء الله، وإن شاء الله أظن إن شاء الله يعني أنه يجب عليك الصيام منذ الآن يا أستاذ منذر. الأستاذة خديجة من المغرب، ما هي الساعة أو اليوم الذي يستجاب فيه الدعاء؟ الحقيقة
لو تتذكروا حضراتكم احنا عملنا حلقات كاملة عن الدعاء وآداب الدعاء وأوقات استجابة الدعاء، وقلنا من أوقات استجابة الدعاء أثناء السجود، ادعوا ربكم في أثناء السجود، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبر أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فليكثر فيه من الدعاء، وأخبر عن الدعاء مستجاب في ثلث الليل الأخير وفي ليلة القدر وفي يوم عرفة وفي ساعة في يوم الجمعة، والراجح من أقوال أهل العلم أنها الساعة التي بين العصر وبين المغرب في الوقت الأخير الذي يقترب من المغرب، ودعاء في للصائم دعوة مستجابة. تمام. وفي اوقات معينه طبعا فيها الدعاء، لكن الدعاء عموما ان خرج من قلب مخلص وعنده حسن ظن بالله ولا ياكل حراما بل ياكل حلال، وانسان بيدعو ويلح في المساله وعنده يقين والثقه في الله، بفضل الله سبحانه وتعالى الله يستجيب دعاءه في أي وقت كان. لكن أنا بقول في هذه الأوقات، هذه الأوقات مستحب فيها كثرة الدعاء لأنها أوقات يرجى فيها استجابة الدعاء. الأستاذة جمانة من مصر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عايزة أسأل حضرتك يا شيخ، يعني فضلي. إزاي الواحد يرجع للالتزام تاني بعد الانتكاس؟ ربنا يحفظك يا أستاذة جمانة ويبارك في عمرك يا رب. احنا عايزين نقول يا جماعة إن أحيانا بعض الناس بتقول والله أنا كنت ملتزم أو كنت ملتزمة، وبعدين بسبب الفتن اللي احنا عايشين فيها إيماني ضعف وبعدت عن ربنا واتفتنت. عايزين نقول يا جماعة أرجوكم ما تربطوش إيمانكم بأشخاص. واحد بيحب محمود المصري، افترض ربنا يا رب يعافينا، افترض ان محمود المصري انتكس، تنتكس وراه؟ لا، انا مانيش حجه على الاسلام، الاسلام حجه عليا وعلى 100 مليون واحد زيي. فاوعوا تربطوا نفسكم باشخاص ان الشخص ده يوم ما ينتكس او يوم ما يظهر بصوره مش كويسه او ما انا انتكس وراه. ده من ضمن الاسباب. السبب الثاني ان ممكن يكون الصحبه يا اختي جمانه، ممكن يكون الصحبه متابعه الأحداث التي تمرض القلب وكثرة المشاحنات والمشاكل، وده بيسب ده وده بيشتم ده. عشان كده بقول لحضراتكم بلاش تخشوا على النت في المجالات أو في الأماكن اللي فيها سب وشتم وقذف، وده بيشتم في ده وده بيشهر بده. ابعدوا، ما تمرضوش قلبكم، لأن سيدنا ابن عباس بيقول علامة الإفلاس كثرة الانشغال بالناس. اشغلوا نفسكم بربنا سبحانه وتعالى. حصل لك فتور، حصل لك انتكاس، ربنا يا رب يحفظك ويردك مرة تانية. ادعي يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ادعي الدعاء الثاني اللهم جدد الإيمان في قلبي. كل هذا ورد في أحاديث صحيحة. الأولاني حديث رواه الترمذي بسند صحيح، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الدعاء الثاني رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم، بيقدم في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اجتهدي في طاعة ربنا. النبي المولى عز وجل يقول في الحديث القدسي من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. قربي من ربنا سبحانه وتعالى، ما تشغليش نفسك باللي حواليك، ما تشغليش نفسك بان حد بعد عن ربنا، حد انتكس، واحده قلعت حجاب، واحد عياذا بالله ترك التزامه. ابعدي عن كل هذا وشوفي مين من صحباتك اللي ربنا مثبتها وخليكي معاها عشان تثبتك وتثبتيها في آن واحد، صحبة الخير اللي هتعينك على طاعة ربنا سبحانه وتعالى. وفي النهاية لن ينفعنا بقى لا مشاحنات الناس ولا مشاكل الناس ولا سب الناس في بعضهم ولا اتهام الناس لبعضهم. لن ينفعنا إلا اللحظات اللي بنشغل نفسنا فيها بطاعة ربنا سبحانه وتعالى. عمرنا كنز يا جماعة، والله العظيم ما هيتعوض. أرجوكم ما تضيعوش عمركم في إن أنتوا تتابعوا أخبار السب والشتم واللعن والكلام ده كله. اشغلوا نفسكم بالله، اقعدوا اذكروا ربنا، اقروا قرآن، استغفروا، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. كل ده هينفعكم بفضل الله سبحانه وتعالى. احنا داخلين، احنا مين معانا؟ أم فاطمة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ محمود، أنا كنت عايز أسأل حضرتك سؤال. اتفضلي يا أم فاطمة. لو الواحد رب نفسه ربنا يكرمه بالولد الصالح، الدعاء المستحب. أنا لسه السؤال الثاني اتفضلي. والسؤال الثاني ازاي واحد ينسى الإساءة الجامدة يعني اللي بتحصل فيه نعم وبتأثر فيه في حياته. نعم. ازاي الواحد ينساه؟ ربنا يحفظك يا أم فاطمة. أما بالنسبة للدعاء الإنجاب لسه قايله حالا، الاستغفار والدعاء رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، والأخذ بالأسباب الطبية والدعاء واليقين والتوكل والثقة في الله سبحانه وتعالى. نسيان الإساءة إن الإنسان يعلم حاجة مهمة جدا، إن من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وأكيد لما حد بيسيء لي هو ارتكب ذنب،
وأصبح في كرب، هذا الإنسان ممكن يعذب بسبب اللي عمله معاه، فلما أنا أعفو عنه فأنا فرجت كربه. فالله عز وجل هو الذي يتولى تفريج كربي في الدنيا وفي الآخرة. يبقى أنا اللي فايز، أنا اللي فايز، أنا فرجت كرب دنيوي بالنسبة له، وربنا فرج عني كرب من كربات يوم القيامة. أعفو وسامحي. لأني عايز أقول لك حاجة يا أم فاطمة، الإنسان لو هيشغل نفسه بالرد على الناس وبإيذاء الناس ومبادلتهم بالبذاءات والإيذاء والله العظيم ما هيخلص. إنما دايما أنا بنصح كل إخواني وأحبابي وأولادي وبناتي وأبائي وأمهاتي، والله من سنوات طويلة كنت دايما أقول لو حد أذاك، لو حد شتمك، لو حد عمل فيك أي حاجة، سامحه لله سبحانه وتعالى ودع المولى عز وجل يدافع عنك. لا تشغل نفسك بالرد على الناس، ولكن اشغل نفسك برب الناس، والله عز وجل يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا. الأستاذة سالي من مصر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام يا فندم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ محمود، أهلا وسهلا، اتفضلي يا فندم. لو سمحت، أنا دايما يجيني تخوفات من يوم القيامة والقبر والعذاب، وأقعد أبكي يعني وأبص للناس على إن ربنا يمشيهم على الصراط، الحاجات دي كلها وخاف خالص. نعم. ما أتمنيتش إن أجي الدنيا دي خالص، ولا أنا ولا أمي ولا أخواتي. أقعد أصرخ وأبكي على طول 6 شهور في الحالة دي. رحت للدكاترة والشيخ كلهم ما فيش فايدة. بص، لأني مصل وكل حاجة كويسة. نعم. الحمد لله. ربنا يحفظك يا أختي سالي. عايز أقول لحضرتك حاجة، دائما الإنسان المسلم بيعيش بين الخوف والرجاء. طول ما هو عايش بيغلب جانب الخوف سنة، لكن ما يوصلوش للجانب اللي حضرتك وصلتي له، إن الإنسان يوصل لمرحلة إنه يسبب له أزمة في حياته. لا، إنما مطلوب مننا يا أختي سالي، مطلوب مننا إحنا لو عندنا كلنا هذا الخوف ولكن بقدر معين، صدقيني أحوال المجتمعات كلها تنصلح. لأن الإنسان مستحضر يوم القيامة وأهوال يوم القيامة والقبر والصراط والميزان والحشر والنشر والوقوف بين يدي الله. الإنسان لو استحضر كل ده لا يمكن حد هيظلم حد، ولا يمكن حد هيأذي حد، ولا يسب حد، ولا ياكل مال حد، ولا يعق أمه ولا أبوه، ولا يقطع أرحامه، ولا يعمل أي حاجة. لكن تغليب جانب الخوف لحد ما نوصل نفسنا لمرحلة اليأس ده غلط. دايما ما دمت وصلت للمرحلة ديت، اقرأي في الكتب التي تتكلم عن الرجاء وعن سعة رحمة الله وعن سعة مغفرة ربنا، عشان يحصل عندك شيء من التوازن ما بين الخوف والرجاء. إن الإنسان وهو في طريق ربنا، يعني في طريق ربنا ب3 حاجات: بالحب والخوف والرجاء. الحب هو رأس الإنسان، والخوف والرجاء جناحاه، يطير إلى الله عز وجل بجناحي الخوف والرجاء. الحب لو انقطع يبقى الإنسان خلاص راح. الأستاذة ليلى من عمان، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فندم، اتفضلي. حضرتك من فضلك يا شيخ، أنا بريد رقم تليفون حضرتك لأن في حاجة عايزة أكلمك فيها بس ضرورية وشخصية. طيب اتفضلي من كنترول، ربنا يبارك في حضرتك أستاذة ليلى. فعايز أقول يا جماعة، فالإنسان في طريقه ربنا سبحانه وتعالى ما بين الحب والخوف والرجاء. الحب هو رأس الطائر، لو قطع الرأس مات الطائر. والخوف والرجاء حاول بقدر الإمكان نوازن ما بين الخوف والرجاء، وربنا يا رب يجمعنا وإياكم يا رب مع سيد الأتقياء صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. الوقت الجميل بيخلص معاكم بسرعة وما بقي إلا الدعاء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تغفر ذنوبنا. يا رب اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف الأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. لا تفض هذا المجلس إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور وتجارة لن تبور. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخلد. نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسد الدين عن المديونين ووسع أرزاق المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم نجح طلاب المسلمين وزوج بنات المسلمين. اللهم يا رب العالمين
نسألك باسمك الأعظم أن تفرج همومنا في مصر وفي كل بلاد المسلمين. اللهم صب الخير على مصر وعلى جميع بلاد المسلمين صبا صبا، ولا تجعل عيشهم كدا كدا. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المصريين واجمعهم على قلب رجل واحد، وأزل العداوة والبغضاء من بين قلوبهم. أغث إخواننا في سوريا، اللهم إنهم جوع فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، مغلوبون فانتصر لهم. استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم يا رب العالمين اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وما ننساش ركعتين قيام ليل، صيام اثنين وخميس، دعاء الاستغفار، ادعوا لبلاد المسلمين، ربنا يفرج الهم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.